وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية سكوتر في الإسماعيلية. في لحظة فارقة في حياة أسرية مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، رفضت الأم الحنونة أن تترك منزلهم دون اصطحاب طفلها، وفضلت أن يموتا معا بدلا من النجاة، وذلك إثر تعرضهم لحادث مأساوي باشتعال حريق هائل بسبب انفجار بطارية سكوتر كهربائي. شهدت منطقة الشيخ زايد حي تالت الإسماعيلية حادثة مأساوية إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية ما أسفر عن مصرع أم ونجلها، وإصابة الزوج بحروق من الدرجة الرابعة واختناق. تم نقل المصاب إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج. وتلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية منطقة الشيخ زايد التابعة لحي الثالث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة. أسفر الحريق عن إصابة محمد رجب غريب 45 عام بحروق من الدرجة الأولى ذراعين ووجه، وتم نقله المجمع الطبي الإسماعيلية لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما لقيت شيماء جلال السيد 28 عاما مصرع يسار توقف بالقلب والتنفس مع إصابتها بحروق بالوجه، كما توفى نجلها فهد 5 سنوات نتيجة توقف بالقلب والتنفس، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والذراع الأيسر. وتم نقل الجسامين إلى سلكة المستشفى تحت تصرف جهات تحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف إلى ملابسات الحريق.